لو أنت طالب لسه مخلّص ثانوي وبتفكّر تخُش كُلّية إيه، أو محتار، أو لو خدت القرار بالفعل وهتدخل كُلّية طِب الأسنان، فلازم تكون عارف أنت داخل على إيه، علشان تقدر تجهّز نَفْسك كويس للموضوع ده، ولو حتى لسه محتار عشان تقدر تاخُد القرار، تتوكّل على الله وتخُش كُلّية اللي أنت بتحلم بيها، ويالّا بينا نخُش على تفصيل الفيديو. أول حاجة أنا عايز أوضّح نقطة صغيرة، أنا هاتكلّم النهارده عن الكُلّية الأولى، أول كُلّية دخلتها. هتقول لي أنت دخلت كام كُلّية أصلًا؟ هاقول لك يا عم ما علينا، سيبك بس دلوقتي. المهم، فكُلّية طِب الأسنان أنا دخلتها وكنت قبل ما أخشّها بحثت كتير ودوّرت كتير وسمعت فيديوهات كتير جدًا وقريت عنها كتير وسألت ناس على أرض الواقع، طلبة ودكاترة ودكاترة في أكاديميين في الجامعة ودكاترة على أرض الواقع في سوق العمل. وسألت كتير سمعت كتير فاللي أنا هاقوله ده هو يعني خ خلاصة الموضوع ده كُلّه إن شاء الله، وأحاول أنقل لك المعلومات اللي عندي أو الخبرة اللي عندي في الموضوع ده، تمام؟ أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، أنت مثلًا داخل على الكلية ديّة فلازم تكون عارف نظام الدراسة. أول حاجة في نظام الدراسة كلية طب أسنان أكيد أنت هتسمع أو عارف أو أنا هاعرّفك دلوقتي إن هي 6 سنين دراسية، 5 سنين دراسة وسَنة امتياز. السَنة الامتياز دي أنت بتكون فيها دكتور، وبتشتغل في حالات ومستشفى أو مستشفى الجامعة أو مستشفى برّه كامتياز وكده، تمام. سنين الدراسة بقى ال5 سنين دول أنت بتدرسهم بيكونوا برضه متقسّمين، في كليات بيكون 5 سنين على بعض، وفي كليات تانية بيكون سَنة إعدادي و4 سنين أسنان. سَنة إعدادي دي بتكون سَنة تأهيلية وإعدادية من اسمها يعني واضح، بيدّيك أساس مثلًا كويس علشان تقدر فيما بعد تبني عليه مشوارك يعني الدراسي موفّق إن شاء الله. الموضوع ده مهم جدًا لإن أنا لمّا كنت باسمع فيديوهات أكتر الناس اللي بتعمل محتوى عن الموضوع ده ما بيذكروش الحتّة دي، بيتكلّموا على جامعاتهم أو كُلّيتهم، وفي بعض الكُلّيات زي ما أنا قُلت ماشية بإيه، بنظام سنين اللي على بعض مش سَنة و4، 5 سنين بيبقوا 5 سنين كاملين أسنان. فأنا حبّيت أوضّح النقطة دي لإن أنا وزمايلي وكتير اندهشنا، حتّى في واحد صاحبي أنا فاكر اليوم ده أول يوم كنا رايحينه كده كان قاعد يورّيني فيديوهات وصور لأدوات ويقول لي إحنا محتاجين نجيب دي وهنعمل كذا، وهنعمل كذا، وهنعمل كذا. في الآخر هو طلع أصلًا هو بيتكلم على أولى أسنان اللي هي أصلًا عندنا مش موجودة لسه، إحنا في سنة اسمها إعدادي. إعدادي دي أنت بتحضرها في علوم ماشي، وبتاخد يعني زي ما قُلت كده أساس يعني أو حتى basic science يعني أو قصدي يعني medical science يعني يحاول يدّيك علوم طبية اللي هي أو الجزء اللي ليه علاقة بشغلك فيما بعد عشان تكون سنة مفيدة ليك على قدر المستطاع. إحنا مش عايزين نطوّل الكلام عن السنة دي، هي السنة اللي أنا قضيتها في أسنان، ممكن أبقى أعمل فيديو عليها إن شاء الله، وممكن أبقى أحطه في الرابط أو كده لو عملته أو في الرابط في الوصف، تمام. دي أول حاجة، أول إيه نقطة. وطبعًا أنت أثناء الدراسة ديّة في إعدادي بتدرس مواد علوم، السنتين اللي بعدهم بينقسموا لسنين أكاديمية وسنين إكلينيكية pre-clinical وclinical يعني. فالpre-clinical دي بتكون دراسة أكاديمية بيكون فيها عملي أكيد، ولكن مش بالقدر بتاع السنين الأخيرة. والسنين الأولى بتشتغل على مجسّمات بلاستيك يعني وكده، سيليكون والكلام من ده يعني أو شمع وكده، ما بتشتغلش على بني آدمين حقيقيين. إنما في تالتة ورابعة بتبدأ شغل على بشر حقيقيين، ودي من المميزات اللي هنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد. طبعًا نظام الدراسة ده بيختلف من كلية لأخرى، ولكن اللي أنا قُلته ده هو معظم الجامعات. معظم الجامعات بتكون 5 سنين، في بعض الجامعات لسه ماشية بالنظام القديم اللي هو سَنة إعدادي و4 سنين دراسة. طَب إحنا بندرس إيه في الحاجات ديّة؟ السَنة الأولى زي ما قُلت بتدرس فيها كلية علوم، ما بعد ذلك بقى لمّا بتخش كلية طِب أسنان، بتبدأ تاخد بقى مواد أكثر تخصصية، واللي هي مواد أسنان فعلية بقى. المواد دي بتنقسم لمجموعتين. ممكن نبقى نعمل برضه فيديو مفصل لو حابين نتكلم في الموضوع بالتفصيل، ولكن في عجالة يعني. إعدادي دي بتكون تبع علوم، وبتاخد فيها مواد تبع علوم ولكن ليها علاقة بالطب مثلًا. ما بعد ذلك بقى في الأسنان بتاخد في الأول بيكون في مواد تخصصية، ومواد طبية عمومًا، ومواد إضافية اللي هي مثلًا بتكون بقى على حسب جامعتك بقى بتمشّيها إزاي. مثلًا عندنا في الأزهر بناخد مواد شرعية، ومثلًا الإنجليزي، حاجات زي كده مثلًا soft skills والكلام ده كله مثلًا ما أعرفش بالضبط يعني، تمام، على حسب جامعتك. المواد بتاعة الأسنان التخصصية مثلًا تشريح الأسنان، لا dentition تشريح السِنّة ذات نفسها مش ماشي. ومثلًا عندك اسمها بوليسيز اللي هي الاستعاضة والحاجات دي. عندك مادة تانية material، ودي الmaterial دي بتعتبر من أصعب المواد يعني، الرجالة بيشتكوا منها كتير. و
مواد بقى طبعًا بشري طبعًا الbasic الأساسية خالص اللي هي كل الكليات الطبية تقريبًا بياخدوا ما يخصهم منها يعني anatomy physiology histology biochemistry ومثلًا microbiology والبارا والpathology والpharmacology دول الحاجات دول أنت بتاخدهم ولكن مش كلّهم في أسنان ما بتاخدهمش كلّهم في الأول، على حسب جامعتك طبعًا زي ما قُلت، ولكن بيبقى في مثلًا السنة مثلًا الأولى بتاخد مثلًا basic مثلًا اللي هو الanatomy physiology histology biochemistry أنا مش عايز أتطرّق يعني في الموضوع ولكن فيما بعد بقى بتاخد مثلًا ما بتاخدش فارما في سنة أولى، ما بتاخدش باثولوجي في سنة أولى، في ناس تانية بتاخده بقى clinical pathology مثلًا بياخدوه في سنة أولى مثلًا، لأ هو على حسب بقى جامعتك أنت ممكن تشوف حد أكبر منك في الجامعة. المميزات والعيوب، وده أهم جزء في الفيديو ده، لإن هو اللي لو شخص محتار ومش عارف ياخد القرار هيبني قراره عليه إن شاء الله. أول حاجة دراسة طب الأسنان بتتيح ليك إن يكون في وقت فراغ تقدر تمارس فيه أي حاجة أنت عايز تعملها، مثلًا أنت في حاجة أنت بتحبها، مهارة تتعلمها، حاجة أنت بتحبها أصلًا وعندك شغف ليها تعملها، أو أي ما شابه ذلك، عايز تتعلم حاجة جنب الدراسة، عايز تشتغل، عايز تعمل أي حاجة، والموضوع ده في ناس كتير بتتكلم عليه، وفي ناس كتير بتفهمه غلط، مش معنى إن بيكون في وقت متوفر معاك بجانب الدراسة أو كده، إن هي الموضوع مفتوح يعني برضه لأ، هو مجرد موضوع نسبي، بالنسبة مثلًا يعني مثلًا بالمقارنة مع طب بشري مثلًا، لأ هي فيها عمل كتير، بيكون كصعوبة أقل شوية مثلًا، فبيكون في وقت متاح معاك إنك تعمل أي حاجة، أو معاك option إنك إيه، في وقت فراغ تعمل فيه أي حاجة، على عكس طبعًا الطب البشري اللي ما شاء الله هابقى أتكلم في فيديو تاني مثلًا إن شاء الله عن حاجة العملي برضه العملي فيها كتير، ودي ميزة للناس اللي بتحب تعمل حاجات بإيديها، ولكن طبعًا في ناس بتعتبرها عيب، لإن بيكون في جهد بدني كبير، وطبعًا أنتم ممكن ما أعرفش أنتم بتعرفوا الحاجات دي والّا لأ، بس دايمًا كلية طب الأسنان الشباب يعني بيبقوا شايلين بوكسات، وحرفيًا ممكن أبقى أجيب صورة كده لحاجة زي كده. الأدوات وكده أنت رايح جاي بيها ومشقة عليك والوقفة لوحدها برضه الشغل، طبعًا إنك تشتغل في بُق المريض بيتعب الرقبة وبيتعب الضهر، فدي في ناس بتعتبرها ميزة وفي ناس بتعتبرها عيب، هي أثناء الدراسة تعتبر ميزة لو أنت بتحب الشغل اليدوي والعملي يعني. الميزة التالتة إن التخصُّص فيها من البداية، أنت حرفيًا بتكون داخل الكلية من سنة أولى أنت عارف أنت هتبقى إيه لمّا تكبر أو هتشتغل تخصُّص إيه. على عكس مثلًا الطب البشري إنك بتكون بتدرس كُلّه بتكون دكتور يعني في الأول بيكون GP برضه بتبقى دكتور لكُلّه يعتبر وبتدرس كل أقسامه وبتشارك في كل أقسامه وبتتخصص فيما بعد، إنما طب الأسنان أنت من سنة أولى وأنت متخصص في طب الأسنان، فدي م في ناس بتعتبرها ميزة برضه. طبعًا أنت لو أنت حابب إنك تكون في تنوُّع في الدراسة أكتر، وإنك تدرس مجالات أكتر، يكون اختيارات أكتر لمّا تكبر في تخصُّص، أكيد دي هتعتبرها عيب بالنسبة لك، ولكن حتّة إنك تكون متخصص من الأول في ناس تعتبرها ميزة علشان وتقدر تركّز في المجال اللي أنت فيه وتكون عارف أنت فيه. الميزة الرابعة إنك تقدر تفتح عيادة أول ما تتخرّج، لكن برضه دي الناس متداولاها يعني وناس كتير بتتكلّم عليها ودي ميزة كبيرة وناس كتير بتتكلّم عليها، ولكن على أرض الواقع هي مش موجودة أوي، ليه بقى؟ أنت قانونًا ليك حق إنّك تفتح عيادة، ولكن على أرض الواقع أكتر الخرّيجين قبل أمّا يفتح عيادة بيعمل إيه؟ بيتدرّب الأول عند دكتور أو يحاول يشتغل شوية في مستشفى أو أيًا كان الطريقة اللي هيشتغل بيها قبل فتح العيادة، عشان يكتسب خبرة أكبر ويكون على قدر فني أعلى يعني، ويكون على قدر المسؤولية، لإن العيادة إنك تفتح عيادة مسؤولية كبيرة، لو أنت فتحت في الأول أنت بتخاطر باسم العيادة وباسمك فيما بعد، ففي ناس بتفضّل إن هي ما تفتحش أول ما تتخرّج علشان تاخد خبرة كبيرة، وبالذات لإن فتح العيادة في مجال طب الأسنان بيكلّف مبالغ كبيرة جدًا، ومش مبالغ كتيرة اللي هي حاجة بسيطة، ده بيكلّف مثلًا ممكن يعني أقل حاجة مثلًا مش عارف بالضبط ولكن ممكن نُص مليون أو مليون. و ف والأسعار كل يوم بتزيد، وكل يوم أصلًا يعني الموضوع بيبقى أصعب من الأول، والحاجات دي أكترها بتبقى مستوردة وفيها معادن غالية وكده، الأدوات دي بتكون غالية جدًا، فإنك تفتح عيادة أول ما تتخرّج على أرض الواقع لو أنت مرتاح ماديًا تمام، يعني لو أنت راجل غني أنت أصلًا كده يعني عادي الدنيا easy معاك في الدراسة، ما بعد التخرُّج فاتح العيادة، الدنيا حلوة معاك وتوكّل على الله يا ولدي وربنا يرزقك، ولكن أغلب الناس بتكون مادياتها على القد، وبالذات أنت بتبقى لسه متخرّج ومطلوب منك في التزامات تانية، أنت مثلًا في ناس بتبقى عايزة تتجوّز وناس تانية مثلًا عايزة مثلًا بس معهاش لسه فلوس لإن لسه في بداية حياته المهنية أو يعني لسه في بداية الcareer بتاعه
مش معاه الإمكانيات اللي تخلّيه يفتح العيادة بعد التخرُّج على طول، ولكن هو شيء قانوني ومتاح عشان نتكلّم في الحق، هو شيء قانوني ومتاح، ولكن على أرض الواقع مش كُلّه بيعمل كده، وأنا جاي لك باكلّمك من إيه، من أرض الواقع وسألت ناس كتير وكده. مش كل اللي بيخش أسنان بيقدر يفتح عيادة بعد التخرُّج، ولكن ممكن، يعني هو الموضوع متاح معاك، على عكس مثلًا الطب البشري، إحنا هنا أكتر وقت لمّا بنيجي نقارن بين الطب البشري، الطب البشري مش مسموح لك إنك تفتح عيادة إلا بعد ما تاخد ماجستير أو يعني تتخصص في حاجة، فده اللي بيخلّي الموضوع يبرز الموضوع في طب الأسنان يقول لك ده بيفتح عيادة على طول بعد ما يتخرّج، بس لإن بيحصل مقارنة، يعني نسبيًا أيوه هو أنت معاك الoption ده، ولكن على أرض الواقع هو مش أفضل حاجة أو مش كل الناس بتعمله. تمام، الميزة الخامسة إنك بتخفف آلام المرضى أثناء الدراسة كمان، يعني مش بعد التخرُّج بس، يعني أنت تبدأ شغل أثناء الدراسة وبتبدأ تعامل مع المرضى، الطب عمومًا هو هدفه سامي اللي هو تخفيف آلام المرضى، وإنك تهوّن على الناس، وخلّي بالك الموضوع ده مش هيحس بيه مثلًا غير اللي بيبقى تعبان، بيزهد في الدنيا وبيبقى هدفه الأساسي إن هو ربنا يشفيه، فإنك تكون سبب أو جزء من رحلة الشفاء دي حاجة عظيمة جدًا، وربنا ينفع بيكم يا رب ويجعلكم سبب في تخفيف آلام المرضى، هو ده وعلى فكرة الكلام ده مش إنشا ولا حاجة ولا أنا باكلمك كلام عاطفي يعني وكده، لأ ده أرض واقع وأنت بكرة هتشوف، ولو أنت جرّبت وتعبت أو حصل لك أي حاجة وحد دكتور دوا لك جراحة كده زي ما بيقولوا فأنت أكيد بتكون ممنون ليه، وطبعًا في ناس بتدعي لك، هتلاقي ناس بتدعي لك لمّا تعالجها مثلًا أو تعمل لها حاجة كويسة، وطبعًا أنت لمّا تتقي ربنا في شغلك هتلاقي النتيجة هتكون كويسة، وهتفرح الناس وهتفرح أنت بيها، وربنا هيجازيك عليها خير إن شاء الله، ولازم تخلص النية في أي عمل أنت بتعمله لله، بحيث إن يتحول من عادة إلى عبادة، ومن شيء مباح إلى حسنات. الميزة السادسة لو أنت شخص بتحب الhandmade يعني بتحب تشتغل بإيدك وتعمل أشغال يدوية وبتحب يعني تفنّن يعني، هي أصلًا حتى في دكاترة كتير أوي في كلية بقى طب الأسنان، دايمًا الدكتور يخش هو شعاره الفن، وأنت يسميك إن أنت فنان، مش مجرد معالج فقط، إنما أنت فنان بتحاول ترجّع الحاجة لحاجتها الأصلية، فلازم يكون عندك إبداع، ولازم يكون عندك فَن وحُب الموضوع ده، وإنك تصلّح الشيء، إنك تحوّل يعني السِنّة بتبقى بايظة وتصلّحها وهكذا. تخصُّص فيما بعد، طبعًا أنا قُلت في الأول إن أنت بتكون متخصص من أول يوم ليك في الكُلّية، أيوه أنت متخصص في طِب الأسنان، ولكن في تخصُّصات جوّه طِب الأسنان، منها مثلًا التقويم، مثلًا جراحة الوجه والفكين، الاستعاضة والزراعة والكلام ده كلّه، كل حاجة من دي وفي حاجات تانية كتير طبعًا بيكون ليها تخصُّص فيما بعد التخرُّج، لو أنت شخص مثلًا حابب تطوّر من نَفْسك أو حابب تتميّز عن غيرك، بيكون أفضلية كبيرة ليك حتى مثلًا أثناء السفر اللي دلوقتي بيشترطوا أكتر الوقت إنك تسافر محضّر ماجستير أو يعني بيسموه ماستر ماشي، فأنت لمّا بتكون محضّر ماستر ده بيفرق معاك جامد في الشغل، لو أنت هتشتغل هنا هتشتغل برّه هيفرق معاك كتير جدًا وهيريّحك وهيعلّي من شأنك ومن قيمتك في الشغل، وهيخلّيك تشتغل أكتر وأحسن. طبعًا المميزات في ناس عندها يعني صورة نمطية إن الموضوع بيكسب وكده، هو أكيد ما فيش شغلانة مش بتكسب، ولكن مش زي ما أنت مفكّر أوي، لإن أنت بتصرف كتير أثناء الدراسة وأثناء فتح العيادة وأثناء الشغل ذات نفسه برضه بيكون في مواد وكده، ده كلّه بيخش معاك في الحسبة، يعني مش هتلاقي الفلوس بتيجي لك كده إيه من الهوا لأ، أنت هتتعب وهتقدّم مجهود وهتقدّم فلوس الأول علشان تقدر يعني أنت لازم تزرع عشان تقدر إيه، تحصد يعني فاهمني؟ العيوب، أول عيب مصاريف كتير جدًا، أرقام كبيرة فاهم؟ عشرات الآلاف فيما بعد. أولى وتانية بتكون الدنيا سهلة فيها شوية أو أولى بالذات مثلًا، تانية بتبدأ الدنيا تزيد شوية معاك، بتزيد تدريجيًا لحد أمّا بتوصل للمرحلة الclinical يعني، بيكون بتشتري بقى أدوات ومعدات، أنت بتشتغل حرفيًا في بُق البني آدم تمام، بتكلّف مصاريف كتير، فلازم تكون على استعداد بده ومعرّف أهلك على حاجة زي كده، وتكون مستعد لده عشان ما تنصدمش يعني وأنت داخل. وأكيد يعني أكيد أنتم عارفين الموضوع ده حاجة مشهورة جدًا يعني. العيب التاني والخطير واللي دلوقتي أصلًا مُزعج وبيعاني منّه أكتر الناس، الأول كان المجال الطبّي العدد فيه قليل، فبالتالي كان الطالب يدرس ويتخرّج يتوظّف بسهولة، الشغل الخاص حتى كان برضه أسهل لإن كان في منافسة أقل، الأعداد أقل تمام، إنّما دلوقتي الأعداد زيادة جدًا، والأعداد منفجرة حرفيًا،
طب الأسنان حاليًا في تشبُّع كبير، كل الناس اللي هتتخرّج واللي هتتخرّج واتخرّجت بيعانوا جدًا من الموضوع ده دلوقتي، سواء هم أطباء أو لسه خرّيجين جداد أو طلبة لسه ما اتخرّجوش. الموضوع ده عامل مشكلة كبيرة، حتى نقيب أطباء الأسنان في وقت من الأوقات طلع وقال: "يا جدعان ما حدّش يدخّل ابنه طِب أسنان علشان المنافسة صعبة، الأعداد كتير." وطبعًا زي ما قُلت لك في الأول أنت بتصرف كتير ومخاطرة إنّك مثلًا وبالذات لو أنت مثلًا مش مرتاح ماديًا، هتصرف كل ده وفي الآخر يعني ما تعرفش تقدر تكفّي نَفْسك، وزي ما قُلت لك أنت بتبقى لسه خرّيج في بداية حياتك، وبيكون مطلوب منّك إنّك تصرف مبالغ طائلة، فأنت لو مش متاح معاك بيكون في صعوبة شوية. أنا حرفيًا كنت كل أمّا حد أشوفه أو أسأله أو أي حاجة زي كده عن الموضوع ده كان يقول لي اهرب ومش عارف إيه. بُص، بصراحة الموضوع صعب وفرصة صعبة، ولكن زيادة الأعداد دي ممكن تكون أنت تستغلها وتعتبرها ميزة، إن دي حاجة هتخلّيك تطوّر من نَفْسك عشان تقدر تخش في المنافسة، لازم تكون في تطوّر مستمر، يكون عندك مهارة عالية، تذاكر كويس عشان تكون عندك خلفية كويسة تقدر تشتغل فيما بعد بارتياحية وتقدر تنافس، لإن معلش الأعداد كتير بس مش كلّهم بنفس الكفاءة ولا كلّهم بكفاءة عالية يعني فاهمني؟ فأنت لو قدرت إنّك تكون على كفاءة عالية وواجهت الصعوبات، ومثلًا إنك مش ممكن ما تلاقيش وظيفة بسهولة، أو حتى لو لقيت وظيفة يكون بأجر قليل، لإن في أعداد كتير، فلو أنت مش عاجبك 1000 واحد هييجي مكانك والكلام ده كله يعني، تمام، فأنت لو قدرت تواجه كل ده، ولو ليك حد كمان بالذات أوي، يعني لو ليك حد أنت تعرفه أو قريبك، يعني طبعًا لو والدك كده، كده يعني مش محتاجة، ولكن أنا أقصد لو ليك حد في المجال ده طبعًا هيسندك جامد، يدّيك دفعة كويسة في الأول، ولكن أنت لو ما لكش حد خالص هتعاني، هيكون في صعوبات لازم تصبر عليها وتواجهها، وإن شاء الله لمّا ربنا يفتح عليك، ربنا كريم وشغلانة جميلة وفلوسها حلوة، بس لو قدرت تتخطى كل اللي أنا قُلته ده وتنجح وسط المنافسة العالية والشديدة دي. طبعًا أنت ممكن أصلًا تكون مش متخيّل أوي، ولكن بُص كده مثلًا على أي قرية دلوقتي أو أي مدينة، أنا حرفيًا كنت بابقى ماشي في القاهرة مثلًا وأنا رايح الكلية مثلًا من السكن، باركب مثلًا أوتوبيس، حرفيًا باعدّي مثلًا على عمارات، كل عمارة حرفيًا فيها كذا دكتور أسنان فاهم، فالموضوع مش مجرّد كلام ولا مجرّد أعداد في الدراسة ولسه هيخرّجهم أو كده، لأ حرفيًا المجال أعداد منفجرة يعني وناس كتير أوي كانت بتنصحني إن أنا أحوّل بسبب الموضوع ده. لإن فرصة الشغل فيما بعد بتبقى صعبة زي ما أنا قُلت، وفي النهاية كل دي أسباب، ودي مجرد وجهات نظر، ولكن أنت الشخص الأول والأخير اللي تقدر تحدد مصيرك، وتقدر تحدد أنت حابب إيه، وحابب تكمّل في إيه، ولكن التحديد ده طبعًا لازم يكون عن إيه، عن علم، فلازم تعرف تدوّر كويس، والفيديو ده إن شاء الله يكون كافي ليك قدر المستطاع، يدّيك خلفية كويسة عن المجال اللي أنت داخل عليه أو اللي أنت بتفكّر تخش فيه، وطبعًا البحث وأخذ بالأسباب شيء مهم، ولكن الأهم من ده كله إنك تدعي ربنا كتير جدًا إن ربنا يوفقك وتخش المجال اللي فيه خير ليك، وتخش الحاجة اللي أنت هتنبسط فيها فيما بعد، وده مش هتوصل له غير بإنك تصلي استخارة وتدعي ربنا كتير إنه يحقق لك أحلامك وييسر لك أمورك، والسلام عليكم.